السلام عليكم اخوان اخوات، صباح عليكم بخير، اموركم مزيانه. كما شفتوا من العنوان جميع المعلومات اللي تقدروا تبغيو تعرفوها على تركيا او السفر لتركيا. هذا الفيديو صراحه كنت باغي نصاوبه بواحد الطريقه اخرى، ولكن بزاف ديال الناس دخلوا عندي الانستغرام كيقول لي ايهاب فوقاش تصور لنا فيديو، ايهاب فوقاش تصور لنا فيديو. فجالس في المحل قلت نصور لكم الفيديو. المحل ديالي راه كاين في مدينه سيدي قاسم حيت هو راه مدرسه الاجيال الجديده، محل ديال لي برودوي كوزميتيك. مثلا شي وحدين فيكم باغيين يمشيو لتركيا او شي حاجه باغيين يعرفوا معلومات على تركيا الى اخره، فان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي انا عرفته وداكشي اللي انا استفدت منه. وهذا الفيديو خاصكم تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر، لحقاش فريمون فيه معلومات اللي غادي تفيدكم. اول حاجه الا بغيتو تمشيو مثلا لتركيا خاص باسبور، هذه شي حاجه اللي بديهيه ضروري تكونوا عارفينها. تيقولوا بديهيه بدا استنى بدا نقاد الجلسه. المهم هذه المعلومه خاصكم ديجا تكونوا عارفينها. يا اما تمشيو لراسكم، بمعنى كتدخلوا كتقطعوا الطياره وكتقطعوا الاوتيل وكتقطعوا الامور ديالكم، الموطور لا والو، طياره ولوطيل وداكشي لراسكم. المهم الناس اللي غاديين يقطعوا داكشي لراسهم، انصحكم انكم تكونوا مقطعين الالي والروتور، والاوتيل يكون كونفيرمي. بمعنى الاوتيل باش كنقول لكم كونفيرمي شنو كيعني هما باش كتوصل للمطار يقدروا يصونيو للاوتيل وكيصونيو لهم كياكدوا لهم ان هذا السيد واش بصح داخل عندكم. كاين واحد التسجيل وهمي كيكون في الانترنت وداك الشيء تقدر توريه لهم في المطار، ولكن الا صوناو للوطيل وتاكدوا انهم داك السيد ما عندهمش راه فغادي يردوك لبلادك. زائد الورقه ديال الصرف. الورقه ديال الصرف شنو هي؟ الورقه ديال الصرف حنا في المغرب عندنا الدرهم، هما تما في تركيا عندهم الليره. حنا باش كنبغيو نمشيو ما يمكنش ندوي معنا الدرهم، لحقاش الدرهم ديالنا حنا ما كتصرفش عندهم تما، وحنا كذلك في المغرب الليره ما كتصرفش عندنا. اللي كتجي وسط منا هي الاورو والاورو والدولار. انا باش كنت غادي نمشي كان الدولار هابط بزاف، فهكاك علاش بدلت من الدرهم للاورو. ننصحكم انكم تبدلوا من الدرهم للاورو، لقاش الاورو شحال ما هبط ما كيهبطش بزاف. غادي مثلا نمشيو مع شي اجونس دو فواياج. انا شخصيا هذه ماشي اشهار، ماشي كولاب ولا شي حاجه، الا حقاش التعامل ديال لاجونس اللي مشيت معاهم كان تعامل جد مناسب. نخلي لكم لاباج ديال لاجونس اللي مشيت معاهم انايا، بحكم انهم تعاملوا معايا تعامل زوين. تعامل زوين ابار مشيت تما بفلوسي وداك الشيء، فداروا معايا دي جيست لي زوينين. فقررت ان شاء الله باذن الله ندير لهم كادو صغيور اللي هو انني نحط لهم لاباج ديالهم. انا صراحه بقيت كنفكر بزاف اين اجونسات نمشيو. هما راه الاجونسات في المغرب كلهم تقريبا عندهم نفس البروغرام، كيتغير غير الثمن ولي زوطيل. اما راه نفس البروغرام اللي عند هذا الاجونس هو اللي عند هذا الاجونس. واحد الموقف تيضحك، باش كنت غادي نمشي كنت كنهضر مع جوج ديال الاجونسات، كنت كنهضر مع راجي فواياج وكنت كنهضر مع واحد لاجونس اخرى. راجي فواياج كيعرفوا هذاك لاجونس الاخرى، بحال كتقولوا شديت بلاصه هنا وشديت بلاصه هنا، تيهضروا مع بعضياتهم على اساس انه انا راه غنتلاقى مع واحد اخر اللي غادي نكون معاه في نفس الشومبر. صدقت انا شاد الريزرفاسيون جوج ديال الاجونسات، كتكونفيرمي معاهم. لاجونسات كاملين في المغرب كيخدموا بطريقه واحده اللي هي كتعطيهم النص ديال الثمن، الاخر كتكملوا لهم تقريبا واحد 3 ايام او 4 ايام او سيمانه على حساب الاجونس قبل التسافيره. صراحه كنت نفضل انني نمشي انا مع اجونس. علاش؟ اجونس كتسهل عليك بزاف الحوايج، فريمون كيربحوا معاك هما، ماشي ما كيربحوش معاك، يعني راه عادي راه خدمتو مع ديك، ولكن تيسهلوا عليك بزاف ديال الحوايج. الطياره ما كتبقاش ضارب ليها حسابها الي روتور، حتى لا طرا شي خطا او لا مثلا شي روطار او لا مثلا شي انيلاسيون ولا شي حاجه، فكتكون اجونسيه اللي مكلفه بداك الشيء. الاوتيل عاوتاني هما كيكونوا عارفين لي زوتيل اللي زوينين واللي قرابين للبلايص السياحيه. سبور وسط تركيا وسط اسطنبول تيكونوا مسهلين عليكم بزاف الحوايج. اللي باغيين مثلا نمشيو بوحدهم كينيو شي حاجه ولا يشدوا شي اوتيل ولا شي حاجه، ننصحكم انكم هذيك البلاصه اللي مثلا شفتوها في الانترنت سولوا قلبوا عليها، سولوا الناس اللي ساكنين في تركيا. حتى لما لقيتوا حتى حل حاولوا انكم تسووا هذيك البلاصه طابيوها غير في الماس باش تشوفوا لاش قريبه. لاقاش ديفوا انايا قبل ما نشوف مع هاد الاجونس كنت كنشوف هذيك القضيه ديال نمشي نبوكيني راسي الى اخره، فكتلقى دار مثلا زوينه وثمن زوين ولكن كتلقاها في شي زناقي والشوارع وداك الشيء، فانت غادي تستمتع ماشي غادي باش تبقى تدور وتبقى تضيع وقتك في الترونسبور داك الشيء. بحال دابا حنا باش مشينا مع هاد لاجونس صراحه كنا كنفيقوا كنفطروا كنلقاو ترونسبور قدام باب كنركبوا فيه هو كيتكلف لينا بكل شيء، ماشي بحال مثلا انت كتخرج تدير ترونسبور داك الشيء. واخا هما راه عندهم تما المترو ترام، بمعنى دغيا ديبلاصه لشي بلايص شويه صعيب الحال. انا بعدا تليفوني نقول لكم واحد الموقف كان كيديروا لي شي جوج مرات.
حتى كيقربني للبلاصه اللي انا بغيت نمشي ليها كيدي مسكين. لقاش الصراحه كتكون مخدم ما بجوج سوايع في التليفون، لقاش ما المسافه ما بين البلاصه اللي حنا فيها مثلا شي بلاصه بغيت نمشي ليها ولا شي حاجه، فالمسافه طويله باش كتبقى جوج سوايع انت تشهد المابس ولا ساعه ونص وانت تشهد المابس اوتوماتيك باش توصل لديك البلاصه تزابي. يكون عندكم الفول حاولوا انكم تمشيو سوا في الاري سوا في الروتور، حاولوا انكم تمشيو بشي 4 السوايع قبل. انا هاد المعلومات باش كنت كنسمعها كنت كنقول شي واحد مثلا خصك تمشي ب4 السوايع قبل، كنقول هذا مالو واش نبي نمشي انا للمطار ب2 سوايع قبل ولا 4 السوايع قبل ولا شي حاجه، ولكن راه سبحان الله كتجيبها هي هذيك لاصقه. راه باش كنت غادي مشيت مع 6 الصباح للمطار ولا 6 ونص وقيلا مشيت للمطار، كانت عندي الطياره مع شي 10 ونص تقريبا، جبتها هي هذيك. جلست في المطار تقريبا ميم با واحد نص ساعه ما كاملاش. في الرجوع ما جلسناش كاع، في الرجوع لقيت المطار ديال اسطنبول كبير. المغاربه اللي مثلا باغيين يمشيو هاد الايام ولا في هاد العام ولا شي حاجه راه مازالين دايرين واحد الاحتكارات، واحد تيحكروا في حوايج. حاولوا انكم تقطعوا مثلا الناس اللي غيقطعوا راسهم، حاولوا انكم تقطعوا في المطار ديال الكبير ماشي المطار ديال صبيحه. المطار ديال صبيحه كيحكروا على المغاربه وبزاف المغاربه كيردوهم من تما، فالمطار ديال الكبير هو اللي ما تيحكروش فيه. الناس اللي خايفين على انهم يشدوهم في المطار غادي نشدوهم، لحقاش انا منهم. انا في المطار انا زعما قبل السفر كنت زعما متخوف انهم وقفوني فهمتوني. هما علاش كيركزوا بالضبط الله اعلم، ركزوا على بنادم هابط تيضحك، واش يركزوا على بنادم جالس تيصور، ما عرفتش انا بالضبط. لقاش الدري اللي كان معايا بمعنى درنا نفس الاجراءات كل شيء، هو داز وانا بقيت. بمعنى الاجراءات باش كتوصل مثلا للمطار ديال اسطنبول شنو كيديروا هما، تخرج عادي كتدخل البلاصه ديال الديوانه باش دوز من الديوانه عندهم، تما كيحبسوك فهمتوني. كاين اللي كيدوزوهم كاين اللي كيحبسوهم. حنا في الجروب ديالنا تخيلوا معايا انه بيان سور ما حبسوش غير الجروب ديالنا اللي مشاو مع اجونس، بما حبسوا نص الطياره حبسوهم، ولكن تخيلوا معايا العيالات والدراري الصغار خلاوهم، والشباب اللي مثلا فلاج ديال قل من 30 عام بنات ودراري حبسونا. بما حبسونا حنا الدراري اللي باينين جايين بوحدنا، وحبسوا البنات اللي جايين بوحدهم، وحبسوا العيالات والدراري الصغار. علاش؟ الله اعلم. تخيلوا معايا انه علاش الله اعلم. بيان سور يمكنش يحبسوا كل شيء، بمعنى يبانوا هما اللي غالطين، فهذه القضيه اللي داروا. وبعض المرات كيحبسوا عاوتاني الرجال وكيخليو العيالات يدوزوا. شوفوا عندهم واحد العقل، ديو عليهم وصافي. صافي باش وصلنا للمطار حبسونا. انا صراحه في الاول عرفتهم انهم تيحبسوا، ما هضرتش، من تعاملت معاهم مزيان صافي ساكت ومستحمل الوضع. في المطار ما تيبغيوش يهضروا باللونجلي، بمعنى واخا تكون كطرف اللونجلي ما غاديش يهضروا معاك باللونجلي، غادي يهضروا معاك بالتركيه. حاول تفهمهم. انا بواحد اللقطه تخيلوا معايا بكثره الستريس صافي هو تيهضر بالتركيه وانا كنهضر بالعربيه بالمغربيه، وتفاهمنا كيفاش الله اعلم باشارات بكل شيء. شو خدموا اي طريقه، خدموا اشارات، خدموا يديكم رجليكم، شوفوا خدموا اي حاجه. وهما شويه مستفزين صراحه في المطار، تيستفزوا بنادم، واصلا كتكون انت عيان. تخيلوا معايا انك 4 سوايع جاي المطار قبل، 4 سوايع ديال الطريق من هنا لاسطنبول، من المغرب لاسطنبول هي 8 سوايع، وتهبط ويشدوك 2 سوايع فهمتوني. وما يبغيوكش انك تغوات ولا مثلا تتعامل معاهم شي تعامل خايب. فهما من هذه القضيه انا في المطار جاوني شويه عنصريين بزاف. تقادت لنا الامور وداك الشيء كتوريهم. حاولوا انكم مثلا الناس اللي غادي يمشيو، حاولوا انكم مثلا ريزيرفاسيون ديال الاوتيل، ورقه ديال الصرف وداك الشيء طبعوهم وخليوهم عندك. فكروا معايا صافي جبت لهم الوراق، بمعنى انا راه عارف القوالب اللي انتم باغيين ديروا، ها هما الوراق ديالنا. لقيت مثلا تعطيه التليفون كل شويه يبقى يطفالو، يبقى يقول لك هكا دير الكود، اللهم الوراق بعدا هما هادو. حتى البي ديال الطياره كلشي يكون عندك في الوراق مقاد واعطيهم لك. بالنسبه للفلوس حاولوا انكم تدخلوا لعندهم هما اكثر من 5000 درهم مغربيه، بما اقل من 5000 درهم مغربيه كيبداو يشكوا، كيقولوا هكا غادي يحرق من هنا ولا شي حاجه. تعرضوا لينا حنا الناس ديال الاجونس، الناس اللي جايين بوحدكم حاولوا انكم تشدوا يا اما مترو، كاين وقع المترو تما قريب، او لو طاكسي. بمعنى واغلبيه غادي تشدوا طاكسي، لحقاش باش كتوصل مثلا معطل ولا شي حاجه فكضطر انك تشد طاكسي. المطار ديال اسطنبول بعدا اللي هبطنا فيه حنا كبير بزاف، غادي ملي كتوصل ليه زعما ما كتحسش بيه كبير، لحقاش كتخرج من واحد الباب بوحدك. اما باش كتكون ترجع للمغرب كبير بزاف.
بالنسبه دابا ندوزو للمرحله ديال خرجنا من الاوتيل ومشينا للاوتيل، خرجنا من المطار ووصلنا للاوتيل اللي حنا فيه. الاوتيل حاولوا انكم في الباسبور ديالكم فلوسكم تهزوهم معاكم. انا صراحه الفلوس ما كانش معايا كلشي، بمعنى الفلوس كنت كنخليهم في الشنطه وكنسد عليهم القفل. لقى شوف شنطه وقفل ما يزعموش انهم مثلا دوك فاند ميناج ولا شي حاجه يشفروك. علاش؟ الشنطه كيشوفوها مسوده بالقفل، الا حلوها ولا شي حاجه تبان انها مطرطقه ولا شي حاجه، ماشي بحال تحط مثلا فلوسك هكاك. وبالنسبه للباسبور ديالك حاول انك تهزو معكم، ديما تهزو معكم الباسبورات ديالكم. علاش؟ لحقاش الا وقفوك البوليس تما وما وريتيهمش الباسبور يقدروا يدوك الكوميساريه، فهمتوني؟ بما ان الباسبور ضروري يكون عندكم، وفي نفس الوقت حذروا انه يتسرق لكم ولا شي حاجه. ودوك لي ساكادو بحال هكا اللي كدير بحال هكا، هادوك تيفيدوا بزاف. هادوك ما تيخليوكش انك مثلا طيح لك شي الم، ما تيخليوش انك طيح لك فلوس ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت كتبقى مامن. بالنسبه للناس اللي يسولوني واش كاينه الشفاره في اسطنبول، الشفاره في اسطنبول ما كايناش بهذيك الطريقه. ماشي غادي يوقف عليك بشي حاجه وغادي يدير لك رزقك صحه ولا شي حاجه، لا. تما عندهم الشفاره بالماركتين، فهمتوني؟ الشفاره زايده برو ماكس، فهمتوني؟ يقدر مثلا تيجي كيقول لك مثلا هاد الريحه جابتها لي خالتي اوريجينال، انا دابا تنبغيها، بغيت نبيعها غير ب 1000 ليره، تقريبا 200 درهم ولا كذا وكذا كذا. انت كتقول هذه هوته نستعملها نستغلها، كدير ديك الريحه، كتلقى ديك الريحه راه ماشي هي اللي لومباراج ديالها، وما بحال كتقول لك كتشد كرتونه ديال الريحه اوريجينال وكيحلها وكيدخل لوسطها ريحه عاديه ومباليها بالميكا تيقادوها بواحد الطريقه ناضيه ما تعيقش. خليت ولادي مثلا خصهم الحليب، انا خصي، فهمتوني؟ خصهم ولادي خصهم الحليب، ولادي خصهم الماكله، عطيونا الفلوس وكذا، وتينصبوا عليكم في هذيك القضيه. واش كيقراو عليكم الطلامس ديالهم ولا ما نعرف ليهم. المهم بمعنى حدوا راسكم، ديروا راسكم واخا نتوما تفهموا داك الشخص شنو بغا يقول لكم، ديروا راسكم ما فاهمينش، فهمتوني؟ انا هادشي اللي درت. الماكله تما غاليه، الماكله تما ماشي رخيصه كيف ما كيقولوا، الماكله تما غاليه. بالنسبه للبلاصه اللي حنا كنا فيها صراحه عييت نقلب على شي بلاصه رخيصه ولا شي حاجه، فالماكله فريمون غاليه بزاف. تخيلوا معايا مثلا شاورما اللي دايره مثلا هنا 700 ريال و 800 ريال 40 درهم، تما دايره 90 درهم 85 درهم 70 درهم. فريمون الماكله غاليه. وماكلتهم هما انا ما عجباتنيش، انا شخصيا ماكلتهم ما عجباتنيش. ما كنتش كناكل زعما في الاوتيل، بعدا الاوتيل اللي كنت انا فيه ما كنتش تشوف كلشي كاين، فهمتيني؟ البلاصه ديال الماكله كلها عامره بالماكله، ولكن ماكلتهم باسله ما فيهاش العطريه، كيكه ديالهم قاصحه. المهم الزواق راه كاين، المذاق ما كاينش، فهمتوني؟ بمعنى ديك السيمانه لقيت مشكل. الخبز ديالهم صعيب انه يتهضم. الناس اللي عندهم مشكل ديال القبض او شي حاجه حاولوا انكم تبعدوا من الخبز ديالهم. الماء ديالهم ما كيتشربش، الماء ديالهم مانعين عليهم انهم يشربوا من الروبينيت ولا شي حاجه، بمعنى غير كتشري. الماء ديالهم عند صراحه عندهم شويه رخيص، بمعنى 20 ليره تقريبا، قرعه الماء ب 20 ليره تقريبا، ب 5 دراهم ولا ب 4 دراهم مغربيه، ماشي زعما شي حاجه. بالنسبه للثمن ديالهم مثلا باش تسمعوا بالليره غتقسموا على 4.3، مثلا 1000 ليره كتقسمها على 4.3. الناس اللي مثلا باغي تمشيو لهم حاولوا انكم قبل ما تمشيو لاسطنبول سواء شوفوا الفيديوهات اللي انا حطيت لكم، سواء شوفوا الفيديوهات ديال الناس اخرين في التيك توك وفي الانستغرام، وديروا اونغيستري لديك البلايص اللي بغيتو تمشيو ليهم. صافي مين تمشيو لهم تما اطابيوهم في النابس. بالنسبه للناس اللي ما غاديينش مع اجونس، الناس اللي غاديين مع لاجونس كيكونوا عندكم بروغرامات، الناس اللي غاديين بهم كتتكلفهم زعما كتصوني لهم، كتسولهم بغيت نمشي لهاد البلاصه فين جات هاد البلاصه الى اخره. بالنسبه للاسواق اللي عندهم تما، كاين سوق نهار الجمعه وكاين سوق نهار الاربعاء، ولكن الاسواق اللي عندهم تما عندهم اسواق بعادين على البلاصه السياحيه. بمعنى نتوما مثلا بغيتو تمشيو اسطنبول فالبلاصه ديال الاخر شويه بعيده. الحوايج تما الناس اللي كيقول لك حكا تركيا فيها رخاء الى اخره، تركيا ما فيهاش رخاء. هذا واحد الحاجه باش نقولها لكم، تركيا ما فيهاش رخاء. تقول لي لحقاش انت سائح، عرفوك سائح ولا شي حاجه، لا. تما باش كتدخل المحل كتلقى مثلا هاد القميجه كتلقى ديجا مكتوبه فيها الثمن، فهمتوني؟ الا لا هما مثلا حتى كتقول لهم انا تركي ولا شي حاجه عاد تيحسبوا لك ثمن اخر، الله اعلم بداك الشيء بيناتهم. ولكن زعما في لي كروند فاس ولا شي حاجه الغلا. سواكيكي حتى هي اللي كيقول لك حكا سواكيكي في تركيا رخيصه، غاليه ما رخيصاش.
انا كنقول لكم السواكيكي ديال تركيا اللي زوين فيها انه الثوب ديال الكاليتي زوين، اما الكاليتي ديال الثوب زوين، اما بالنسبه مثلا الحوايج تما وداك الشيء غاليين. الحلويات عندهم حاولوا انكم ما يزربوش عليكم في الحلويات، مثلا البقلاوه والكنافه وداكشي ديالهم، داكشي زعما الحلويات ديالهم، هذوك اللقيمات ولا اللقمات ولا ما نعرفت، هذوك حاولوا انكم تشريهم من عند شي واحد اللي بان لكم انه الثمن ديالهم زوين ويكون المذاق ديالهم زوين، بمعنى ذوقوهم. انا مثلا ما كنعرفش ندوي بالونجلي وما كنعرفش ندوي بالتركيه، شنو غادي ندير تما؟ شوفوا اتوكلوا على الله. السنطيحه، شوفوا السنطيحه انا كنت كنهضر معاهم كلمه بالفرنسي، كلمه باللونجلي، كلمه بالمغربيه، وكنا كنتفاهموا. ما غاديش تحتاج اللغه صراحه. علاش؟ لحقاش المهم انا الا كنتي غادي مع اجونس ما غاديش تحتاج اللغه، الا كنتي غادي بوحدك ما عرفتش بمعنى تشد المواصلات وداك الشيء ما غاديش تعرف. ولكن جوجل تراديكسيون دابا كيسهل الامور، بمعنى جوجل انا براسي كنت الايام اللي كانوا عندنا خاويين في لاجونس كنت كنخرج بوحدي فكنت كنستعمل جوجل، ولا بالنسبه للفلوس وداك الشيء تقول لهم شنو كاين، فهمتوني؟ بمعنى في الكالكولاتريس هما كيكتبوا لك مثلا 1000 ليره، كيكتبوا لك 1000 ليره، انت ديك 1000 ليره كتشدها كتقسمها على 4.3 باش تولي لك بالدرهم، باش تعرف شحال. اما نورمالمون انت ديك الساعه كيكون عندك نورمالمون الاورو وكتردوا ليره. قلتي لينا انهم زعما عنصريين وانهم شويه حاسين براسهم وانهم تيبغيوش يتعاملوا مع زعما التوريست بواحد الطريقه زوينه. علاش مشيتي لعندهم؟ او لا علاش مشيت ولا علاش كتمشيو لعندهم؟ لقاش كنت حطيت واحد الريل وبزاف لي كومونتير كيقول لنا وعلاش كتحاشيوها للتواركه وكتمشيو عندهم وشي حاجه. شوفوا هما بلادهم زوينه، فهمتوني؟ بغينا ولا كرهنا بلادهم زوينه، بلاد زوينه، بلاد نقيه، عندهم شي حوايج اللي زوينين، ما عندهمش الشفاره، عندهمش سميتهم، ما عندهمش انهم يديو لك رزقك، ما عندهمش انهم ينصبوا عليك. خصك تكون موقد، يقدروا ينصبوا عليك ولكن زعما تكون موقد. في الليل مثلا الا خرجتوا في الليل وشي حاجه الامان صراحه تقال. بالنسبه للقوانين ديال السير عندهم تما تحترموا القوانين. المترو والطاكسي وجميع المواصلات ولا جميع البلايص اللي كيكونوا مثلا فيهم القهاوي ولا شي حاجه ما كيهضروش المشهد، ما كيضحكوش. مثلا في المترو ولا شي حاجه ما كيهضروش كاع، في المواصلات ما كيهضروش كاع بتاتا. حنا النهار الاول باش كنا يلاه مشينا باش يلاه زعما وصلنا لاسطنبول كنا كنبقاو عادي، حنا المغاربه راكم عارفين ما كطلع الطاكسي ولا البيوس كيكون مثلا معاك صحابك ولا شي حاجه كتبقاو تهضروا بيناتكم، وهما تيبقاو يشوفوا في بيناتك الشوف ديال سكتوا، فهمتوني؟ لدرجه واحد النايت واحد خونا ديال لنا زعما هما عندهم هاد القضيه ممنوعه، فهمتوني؟ بالنسبه لهداك الشيء اللي كيطلع لكم في تيك توك ديال الحكه تواركا كيتعرضوا للمغاربه وكيضربوهم، داك الشيء صراحه ما كاينش، صراحه ما كاينش. بمعنى هما فيهم شويه ديال الحساسيه الى اخره، ولكن ماشي لدرجه انهم مثلا تضربوا الاجانب. هنا غادي يكون هذا الفيديو سير، نتلاقاو فيديو جديد. شكرا على تبعكم الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر. الا بغيتوا شي معلومه سولوني عليها في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليها، بمعنى شي سؤال ولا شي حاجه، لحقاش ما عرفتش انايا شنو هما الاسئله ديالكم، لحقاش انا الفيديو درته بطريقه عشوائيه. لهنا غادي يكون الفيديو سالاو، لهنا غادي يكونوا الفيديوهات ديال تركيا سالاو. نتلاقاو ان شاء الله باذن الله فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يلا الله يعاون، نتلاقاو فيديو جديد.